انا باسل، بحب طبيعه شغلي قوي لانها بتعتمد على الابداع. كل يوم بيبقى مختلف عن اليوم اللي قبليه، عشان دايما بحاول اعمل حاجه جديده. ممكن اقعد من الصبح لحد بالليل بشتغل، مش عارف اسيب الشغل. يوم جديد كله جميل، انقل الماتيريال، اديت وتقطيع، قهوه على الصبح وكلاينت وتوصيل، كل حاجه بتمشي تمام لحد اكبر عدو ظهر: الكرياتيفيتي بلوك. الموضوع مش بسيط، عشان حاجة زي دي ممكن تطول وتقعد بالأيام. تقعد تعصر دماغك، مفيش حاجة بتطلع، وأي فكرة بتجيبها في دماغك بتحسها مش قد كده. بتدخل جوه دوامة، والموضوع بيقعد يزيد لحد ما يأثر عليك نفسيا. اتعلمنا زمان لو انت بتعوم وبتغرق في دوامة ما تعافرش قدامها وسيب نفسك، الدوامة هتطلعك. حل الموضوع هو نفس الفكرة، ما تعافرش قدامها وابعد عنها شوية. انزل شوف الحياة، شوف حاجة مختلفة تماما عن اللي بتعمله. لو تعرف تسافر يوم وترجع تاني اعمل كده. خدت البريك، خش على اللي بعديه: التغذية البصرية. وهي انك تتفرج على حاجات كتير قوي حتى لو مش ماشية مع شغلك. الفرجة الكتير بتقوي الحتة دي عندك وبتطلع افكار جديدة. ممكن يطلع لك فكرة جديدة من لون انت شفته او صوت سمعته. الافكار بتطلع من اصغر التفاصيل. جات لك ربع فكرة، اكتبها بسرعة عشان ما تنساهاش وابدأ اكبر فيها، وواحدة واحدة هتلاقي الكرياتيفيتي رجعت لك تاني وتكمل شغلك وانت مبسوط. وده اللي حصل معايا في الفيديو ده. كنت عايز اطلع فكره عن الموضوع ده، بس كان عندي كرياتيفيتي بلوك قبل ما اعمله.